محمد بن حدة، الكاتب الإقليمي للاتحاد المغربي للشغل بقلعة السراغنة. بمناسبة اليوم العالمي للعمل اللائق، قرر الاتحاد الدولي للنقابات CSE والاتحاد الدولي للنقابات العربية قرارات تضامنا مع الشعب الفلسطيني ومع العمال الفلسطينيين تنظيم وقفة احتجاجية لمرور عام على الآلة الإسرائيلية الغاشمة التي تزداد سفكا لدماء الشعب الفلسطيني. وبما أن الاتحاد المغربي للشغل يعتبر عضوا في الأجهزة التنفيذية لهاتين المنظمتين، الأخ الأمين العام عضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للنقابات، وبالتالي فالاتحاد المغربي للشغل قاطبة بالمغرب ينظم هذه الوقفة ابتداء من الساعة 10 واللي كتصادف الساعة 12 بتوقيت القدس، لأنها وقفة عالمية. وهذا الاتحاد الدولي يضم أكثر من 160 دولة. هذا الوقفة جاءت احتجاجا على تمادي الاحتلال الصهيوني الغاشم في غطرسته وفي تماديه في قتل شعب غزة، وفي قتل الأطفال، وفي قتل النساء، وفي قتل الشيوخ. ما يزيد عن 40 ألف قتيل وأكثر من 100 ألف جريح. وأمام صمت العالم بل بتواطؤ من أمريكا ودول الغرب، الآن كل الأسلحة تجرب على غزة وتجرب في فلسطين وتجرب في لبنان دون ما اكتراث من العالم، وفي إطار وفي صمت عربي وإسلامي على الأقل لمناهضة هذا العدوان ولرفع الحيف عن إخواننا في غزة. أقول لك أخي الكريم بأن الطبقة العاملة والعمال في غزة وفي فلسطين أصبحوا الآن بدون عمل. ونعطيك إحصائيات اللي هي ربما خطيرة جدا واللي حازت عليها المنظمة أو الاتحاد الدولي للنقابات، واللي كتمثل بأن 55% من الشعب الفلسطيني يعيشوا تحت عتبة الفقر. 2.3 مليار دولار هي خسائر اقتصادية. تخفيض عدد العمال ب 65%، بالمؤسسات الفلسطينية. 500 ألف عامل فقدوا عملهم. تخيل معي 500 ألف عامل فقدوا عملهم نتيجة تدمير كل البنى التحتية، نتيجة تدمير كل البنى الاقتصادية، نتيجة تدمير كل المقدسات وكل التراث الحضاري والثقافي كله دمر في غزة. بالتالي فاليوم نقف لنصرة الشعب الفلسطيني، نقف لنصرة غزة، ونقول للعالم كفى من الحياد السلبي، كفى من التواطؤ ضد شعب غزة، ولنكن إنسانيين جميعا لتوقيف هذه الحرب الجبانة. وتحية لك الأخ البويهي، منبر جريدة التساوت الإلكترونية، على مواكبتكم لهذه الأحداث. وبالتالي فأنتم منبرا حرا اللي أعطيته واحد الإشعاع وواحد الشعلة بقلعة السراغنة. لا أخفيك سرا أنه أصبحنا كنعرفوا عن إقليمنا مجموعة ديال الحوايج من داخل جريدتكم الإلكترونية، ونتمنى لكم التوفيق في مهامكم، ونحن نهنا الإشارة لكل دعم ومساعدة، ونحييك أكبر تحية وشكرا لك.